مشاهدي الكرام، السلام عليكم. مرحبا بكم في قناه شيوات ملكه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى تكونوا دوزتوا العيد بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم اللحم بالبرقوق على الطريقه ديال المناسبات. تيجي المذاق ديالو رائع، وهاد الوصفه كنحتاج لها ان شاء الله اللحم. هنا عندي 2 كيلو ونص ديال اللحم تقريبا، واللحم اللي تنديرو للبرقوق ما تكونش فيها الشحمه، الا كانت الشحمه تنزولوها. التوابل كنحتاج 2 ملاعق ديال سكنجبير، 2 ملاعق ديال خرقوم بلدي، 2 ملاعق صغار سكنجبير، 2 ملاعق صغار خرقوم بلدي، ملعقه صغيره ابزار، ملعقه صغيره تكون عامره ديال المروزيه، ونصف ملعقه ديال الفلفل الاحمر، ملعقه صغيره ديال قزبور يابس، والملح على حسب القياس اللي بغينا. هنا عندي 3 العوادات ديال القرفه، ملعقه صغيره ديال عامره ديال السمن الحار، وهنا 3 د الفصوص ديال الثوم اللي حكيت على هذا الشكل، وشويه ديال القزبر ومعدنوس مقبط. هنا عندي نصف كاس ديال الزيت، بين زيت نباتيه وزيت الزيتون. هنا عندي زعفران حور اللي رطبت في الماء، واللي ما عندوش زعفران حور ممكن يعوضوا بالضمه ديال الزعفران لان كتعطي نفس النكهه. هنا عندي 2 بصلات كبار مشلضين على هذا الشكل، مشلضه رقيقه. هنا عندي 120 غرام ديال اللوز اللي غادي نفسخ ونقليه في زيت بارده. هنا عندي البرقوق اللي فزكت في الماء، غادي نغسلو عاد نردو يتسلق. غنبدا بسم الله. غنوضع التوابل هي الاولى. هنا الفلفل الاحمر تنديرو نص ملعقه باش تعطينا اللون للمرقه. بسم الله. نضيف الثومه مع السمن، داك الكاس ديال الماء اللي فزكت فيه زعفران حور، هنا غادي نتبلو اللحم كله بهاد التوابل باش نكملوا الوصفه. من بعد ما خليت اللحم 2 ساعات مرقده في التوابل 2 ساعات، غنوضعها ان شاء الله في الطنجره. غنوضع البصلايه الاولى، نخوي عليها دوك التوابل. الزيت والربيع والقرفه ما تنضيفوها حتى تقلد اللحم مزيان حتى نبغيو نمرقو. غندوزو ان شاء الله البرقوق. هنا البرقوق غسلته مزيان، من بعد ما رطبته تنغسلو مزيان باش يتحيد منه داك التراب اللي فيه ولا فيه شي حاجه. وغنضيف ليه 2 عويدات ديال القرفه وغنوضعو فوق النار باش يتسلق. اللحم ديالنا هي بدات الخبيطه ديال الربيع. وغنضيفو الزيت وغنمرقو ونسدو عليه حتى طيب. بسم الله. تنديرو القياس ديال المرقه، وتنديرو المرقه في الجناب، ما تنديروهاش فوق اللحم باش ما تغسليناش لهادوك التوابل.
صافي تنسدو عليه حتى طيب. البرقوق ديالنا هو طاب. دابا ان شاء الله غنضيف ليه السكر، غنضيف 2 طوبات ديال السكر، والسكر تيبقى حسب الذوق، ممكن نضيفو 3. واحد شويه ديال الزبده، واحد الملعقه كبيره ديال الزهر، وغنردوه ان شاء الله باش يتعسل. اللوز هو فسختو، ملي تنبغيو نفسخو اللوز تنديرو الماء حتى طيطيب، وتنديرو اللوز في كاسرونه وتنخويو عليه الماء الطيب، وتنردوه تاني حتى تبغي تطلع فيه الغليه صافي، وتنطفيو عليه وتنخويو بشي شبكه وتنخويو عليه الماء البارد عاد تنفسخوه. ملي تنفسخوه تنشفوه مزيان. هنا تنوضعو في زيت تكون بارده، تناخذ مقله تنوضع فيها زيت بارده وتنوضعو فيها، وغنردو باش يتحمر شويه. بعد ما طابت لينا اللحم هنا زولت داك الربيع اللي درت، ديك الخبيطه ديال الربيع زولتها، هادي عاقده هانتوما هي بدات تتعقد. صافي ملي طيب لينا المرقه وتعقد غندوزو ان شاء الله باش نحطوه في الطبق ديال التقديم. الطبق ديالنا من بعد ما وجد تيجي على هذا الشكل، هانتوما تيجي رائع، والمرقه تجي خاطره، واللحم تيجي بحال حمرناه في الفران. وهنا البرقوق خضعت ليه الزنجلان، هذا اختياري، اللي بغى يدير الزنجلان يديرو، اللي مبغاش يديرو ما يديروش. واللوز حتى هو تنحمروه على هذا الشكل، ما تنكثرليش، ما تنحمروش بزاف. كنتمنى هذا الطبق ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، والى وصفه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.